قالوا ناس زمان يلي معايا يا ناوي الغدر، قبل ما تفكر تعاديني خفف عليا وصبر. حفر قياسك يا ناوي الشر بالشبر، وسع البير يمكن تطيح فيه والله يستر. صباح الخير عليكم خياتي، صباحكم بربحكم، صباح الرزق والمال والدرية الصالحة كامل في مراحكم، جميع مريض بالشفاء عليه ان شاء الله يا ربي. اول حاجه خياتي نقول لكم ما تنسونيش بلايك، الله يدعم عليكم، واشتراك في القناه باش تلحقكم كل حاجه نديرها في قناتي، تلحقكم ان شاء الله يا ربي، وكومونتير يكون محفز انا تاني نتشجع نزيد نحط اكثر واكثر. ونقول لكم البنات نشكر بزاف خياتي اللي كتبوا لي في الكومونتير من تحت، كنت سقسيتهم قلت لهم كيفاش يتنحى السيمان يعني من الكارلاج تاعي. يعطيكم الصحه، جاوبتوني، يعطيكم الصحه بالبزاف. شاركت معكم هنا خياتي وصفة تاع تدح البنات، تاع تدبيرة يعني تاع كريستو، صدقوني صدقوني خياتي بزاف هايلة. ديجا انا كريستو نستعمله في كل حاجه، حاجه يكون في الارض نحك به الحيط، نغسل به الماء كي يكونوا بارز مكسرونه، ولا عندي مرميطه ولا كوكوطه نحك بها كريستو يخرجوا الموعن يشعلوا الشعل. فوالا هنا قلت درت 4 مغارف تاع كريستو، وزدت لها كاس تاع الخل، وشوفوا البنات كيفاش راهو يتفاعل. وزيد نضيف لها هنايا مغرفه كبيره تاع ايزيس. قلت لكم خياتي هذا كريستو صدقوني انا ندير في كل حاجه في الحوايج، ما من الحوايج يكونوا بيوضه. انا قبل ما نديرهم داخل ماشينا لافي، يعني واش ندير، نحكم ماء سخون وندير كريستو وندير ديك الحوايج بيوضه اللي يكونوا زعما باريزهم عندهم الصفوريه ولا صدقوني يولوا يشعلوا، تقول هذاك ونشريتوهم يعني من الحانوت. ديجا بكري واش كان باش كانوا يغسلوا، كان عندهم كريسو وصابون حجره، ما كاش كامل هاد لي بخطوي كامل، وكان دنيتهم تشعل اشعال. جا صدقوني خياتي كريسو انا في داري ما نستغناش عليه، كل ما يخلص لي نشريه، كل ما يخلص لي نشريه، ما نستغناش عليه كامل. بتقولوا ليش بلا كديري بيب عليه، صدقوني ديجا هو يدير بيب العمر. نعاود معاكم تدبيره خياتي، هنا درت 4 مغارف كبار تاع كريسو بكاس تاع الخل، ومغرفه كبيره تاع ايس معمره مليح، وربع كيسان تاع ماء سخون. فوالا هذه هي. ونخلي داك الكريسو يذوب كامل يعني في الماء السخون كيما راكم تشوفوا، نبقى نخلط هكا كيما راكم تشوفوا هنا معايا. ومن بعد نحكم بخاخه ونعمر فيها وندير بها البنات. دوك انا هنايا واش ندير، دوك نحكم البوطاجي وتشوفوا كيفاش يخرج لي يشعل. نخرجكم على الموضوع خياتي ونسي نختصر لكم الحكايه تاع هاد الاخت هذه، راهي تسمع فيا ديجا هنايا، وماذا بيها يعني تكتبوا في الكومونتات تحت تشاركوا معاها ونصحوها. البنات هاد الاخت هذه من تخرج على 8 تاع الصباح توليش حتى الربعه، تروح عندي يماها يعني تروح عند والديها، تغسل لها طيب لها فطورها كل يوم. وهاد هاد المراه هاد الزوجه هذه من تخرج من 8 قلت لك حتى الربعه. وقلت لها بصح انتي راكي مزوجه، اسكو راكي مزوجه، اسكو راجلك عنده عاديه كده؟ قالت لي خلاص والف بلي لازم نعاون الام تاعي، اوبليجي لازم نعاونها، خاطر هي مريضه الله غالب، ما كاش شكون يرفدها. ومن بعد قلت لها اسكو عندكم عروسه ولا عندك اختك وحده اخرى؟ قالت لي انا عندي عروسه ما عندناش في الدار، عندي اختي بصح خدامه. قلت لها بصح هذه اختك خدامه علاش ما تعاونكش، ما تطيبش لو كان تعاونك يقولوا طيب هي وانت تقاسموا الشغل انت وياها. قالت لي هي ما دير والو، حاجه ما ترفدها. انا واش حاجه اللي البنات حبستني ما خلينا اخت تاعها راهي تروح يعني تروح تخدم تعاون شو كامل. حاجه اللي حيرتني خياتي هي الام تاعها، قالت لي ماغري واش ندير كامل، نرفد نقي نغسل نطيب ندير. وقالت لي نروح مع الصباح وندخل من داك الحق حتى العصر ولا المغرب ندخل داري. قالت لي مع الاخر الام تاعها تسبها وتقول لها وتحاوزها وتقارنها بين اختها اللي ماشي مزوجه اللي راهي خدامه. بون بدنا نسي نختصر لكم باسكو راهي الحكايه راهي طويله وعريضه، يعني نقعد نحكي يعني لازم نكشف الفيديوهات ولا يعني نهضر لكم عليها. انا نعطيكم يعني مختصر خياتي. قالت لي بعد واش لقات الزوج تاعها خانها خدعها. هاي لك البنات. هنا واش نقول لكم انا هديه دوكا، نقول لكم خياتي ما تخلوش ديوركم، ما تخلوش ديوركم، يعني ما تروحوا دار والديكم، حاولوا تقعدوا يومين فوق يومين ما تزيدوش. الا فتو خليتوا ديوركم واش تلقاو؟ الراجل تاعكم يوالف الدار فارغه، واش وين يروح لجهه واحده اخرى، يروح جهه واحده اخرى، يروح لبرا، يروح للزنقه. راكم تشوفوا الوقت هنا فيه واعر واعر. هذه شوفي اش صراها الاخت هذه. وهكذاك دوكا كيفاش راهي تعاني من جهتين. الام تاعها راهي كون طيح ليها تحاوزها تقولها خرجي عليا، ورقات راجلها راهو خدحم على بالوش كاع بيها. وهي كي تجي للدار يعني تضحكا وقعت نطيح هذه هي من تنوض الصباح من 8 تجي على 4 كل يوم هاك كل يوم هاك.
انا واش نقول لك، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ربي يكون معاك، وان شاء الله البنات يعني يكونوا معايا ويكتبوا لك في الكومنتات. فوالا هنا خياتي كيما شفتوا معايا، بعد ما درت التتبيله تاع كريستو، حكيت البوطاجي تاعي كامل كيما شفتوا معايا ومسحته، خرج لي يشعل اشعل. هاي لك البنات، ان شاء الله كامل جربوها التتبيله هذه، صدقوني بزاف بزاف هايله خياتي. ومن بعد هنا خياتي لحقت القهوه تاع العصر كيما شفتوا معايا، بعد ما نقيت كامل البوطاجي تاعي وردت كل حاجه لبلاصتها. ومن بعد هنا درت القهوه تاع العصر البنات، درت المبسس ولا متقبه، يعني كل واحد كيفاش يقولها. هنا عندي دقيق متوسط ولا واللي هو دقيق مويا، 3 كيسان تاع دقيق متوسط بثلاث مغارف تاع فارينه، يعني في بلاصه دقيق رطب، ونزيد نضيف لها مغرفه ممسوحه تاع الملح. ومن بعد ندخلهم كامل هكا كيما راكم تشوفوا. نعاود معاكم، انا درت 3 كيسان تاع دقيق متوسط بثلاث مغارف تاع عفوا تاع الفارينه، يعني في بلاصه دقيق دقيق رطب خياتي، ومغرفه مسوحه تاع الملح. وهنا شوفوا، هنا عندي نص كاس تاع الزيت، نزيد نضيف لها نص الاخر اللي قعد نضيف لها مارغرين دايبه من الفوق. هنا عندي نص كاس تاع الزيت مع نص كاس الاخر تاع المارغرين دايبه. هنا خياتي انا نفضل، لا انايا بوغ موا يعني نفضل المارغرين خير من السمن، يعني يجيها واحد المذاق بزاف بزاف هايل. هاد المرحله خياتي لازم ديروها كيما نديروا المقروط، كيف لازم تحكوا مليح الدقيق تاعكم بريك الزيت، وكيما قلت لكم نص كاس تاع الزيت ونص اللي قاعد تاع ليدام تاع المارغرين، يعني قعدوا هكا حوالي دقيقه ونص، كنتو تحكوا هكا بيديكم، دخلوا مليح مليح هذاك الزيت والمارغرين ديالكم كيما راكم تشوفوا هنايا. يعني بان باش يجيكم المبس تاعكم يجيكم بزاف بنين. وصدقوني هاد الوصفه عطيتها لكم عندها شحال من خطره، ماشي خطره ولا زرتها في الدار، يعني كيشتها بزاف عيله لي، يعني شاركتها مع خياتي. ديروها وعينيكم مغيطين مغمضين مغيطين ديروها وعينيكم مغمضين. وكيما شفتوا معايا انا ما درت ني لافاني ني حتى حاجه. ونقول لكم خياتي، انا كيما شفتوا معايا درت نص كاس تاع الزيت ونص كاس تاع المارغرين، يعني خير ما ديروها بالزيت كامل وخير ما ديروها بنص كاس تاع السمن، تجيكم المذاق تاعها بزاف بنين. وكيما شفتوا معايا قلت لكم هنايا تقعدوا هكا طولوا شويه، وانتم ديروها في هذه المرحله هذه، تدخلوا مليح مليح ليدام في الدقيق ديالكم، بعد تغطوا عليها حوالي ربع ساعه ونولي ليها. وهنايا بعد ما فاتك ربع ساعه خياتي، بعد ما شربت لي كامل دوك الليدام، نحكم الماء والماء زهر وندير غير بشويه. هاد المرحله البنات بالك وديروا غير بشويه، خاطر ولا فاتت هربت يدكم معاكم ودرتوا بزاف الماء والماء زهر، تجيكم العجينه تاعكم جاريه، راهي ما تنجحش كامل معاكم الوصفه. وتاني ولا كان زعما ما درتوش بزاف تاني الماء، راهي كي تحضروها في المقله راهي تحلكم كامل في الزيت. يعني كيما قلت لكم، احكموا الماء تاعكم مع الماء زهر، ديروا غير بشويه حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. وهكا كيما راكم تشوفوا نبدا نطم فيها غير بشويه حتى نحصل على عجينه تكون لي طريه وماشي جاريه خياتي. فوالا دوكا نكمل العجينه تاعي نطمها كامل هكا بهذه الطريقه هذه. وهنايا بعد ما لميت العجينه تاعي نخليها تريح لك دقيقه جوج دقائق ماشي اكثر، ونولي ليها. فوالا هنا البنات، يعني بعد ما خليتها ريحت لي دوكا انا كما راكم تشوفوا العجينه تاعي لقيتها طريه هذيك هي. ومن بعد ندير ساشي ونحط العجينه تاعي وندير فوقها ساشي باش تجيني العمليه سهله خياتي، ونحكم الحلال ونحلها. هنايا خياتي يعني السمك كل وحده كيفاش تحب، كان تحبها ديرها خشينه، كان تحبها ديرها رقيقه. دوك انا نحب نحب نديرها في هذا السمك يعني ما تكونش بزاف خشينه وما تكونش بزاف رقيقه، يعني كل وحده كيفاش تحب دير يعني البسس ديالها ولا المتقبه، يعني كل واحد كيفاش يديرها. فوالا هنا البنات دوكا انا واش ندير نحلها كيما راكم تشوفوا هنايا بالحلال. ومن بعد هنايا نقطعها على شكل مقروطات، تقدروا نتوما تبدلوا، تقدروا ديروهم دوائر، تقدروا ديروهم مربعات. يعني انا قطعتها عفوا مقروطات كيما بكري يكون البسس تاعنا يجي مقروطات. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذايا. دوك نكمل كامل نقطعها هكذايا. صدقوني خياتي هاد الوصفه اللي مديتها لكم تاع نبسس ناجحه ناجحه 100%، ديروها ما تخافوش كامل. وشنو هي يعني تبعوا عفوا الطريقه كيما قلت لكم، يعني ما تكثروش بزاف في الماء باش ما تجيكمش جاريه. الا جاتكم جاريه اكيد ما تنجحوش فيها. ولا ما كثرتوش الماء فيها ثاني كيف راح يتحلكم في المقله. وكان بسس انواع خياتي، كان بسس على المقله وكان بسس اللي يديرها فوق الطاجين، يعني كل ولايه وكيفاش يدير المبسس ديالو. حتى نتوما قولوا لي يعني نتوما كيفاش راكم في كل ولايه تاعكم واش ديروا بس تاعكم، اسكو تقليوه ما تقليوهش، يعني كل واحد كيفاش يدير. فوالا انا البس اللي حنديرو تاع نهار اليوم نديرو في المقله، صدقوني يجي بزاف
بزاف بزاف هايل، كيما قلت لكم يجي بنين خياتي. يعني كي ديروا له الزيت كيما قلت لكم وديروا لها المارغرين تجيكم بزاف بنينه، خير ما ديروها من الزيت بالزيت كامل ولا ديروا لها الزيت والسمن. ديروا بك الوصفه خياتي وردوا لي بالخبر. واحد البنه واحد تجي بزاف 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 هايله، ديروها برك وردوا لي بالخبر. فوالا هنا البنات دوكا كوش نحكم الحبه تاوعي هكذايا، يعني نسقمهم كامل. وهذوك لي شوت اللي يقعدوا لكم احكموهم ديروهم داخل الساشي، ولا كانوا مخصوصين ماء ضيفوا لهم شويه تاع الماء، وكيف كيف عاودوا حلوهم وقطعوهم كيما راكم تشوفوا هنا. انا قلت لكم درتهم مقروطات، تقدروا نتوما ديروهم دوائر، تقدروا ديروهم نتوما كاريات كيما حبيتوا. هذا درتهم هكا مقروطات كيما تاع زمان يعني. هذه هي البنات. دوكا من جهه اخرى انا حكمت المقله تاعي خيتها تسخني. اول حاجه البنات يعني نخليها تسخن مع الاول، ومن بعد نخليهم يطيبوا لي على نار متوسطه. كيما قلت لكم سخنوا الزيت تاعكم وخليوها تطيب على نار قليله باش طيب لكم مليح. فوالا هنايا كيما كتشوفوا بعد ما طاب لي المبسس. تبعوا بك البنات الطريقه من الاول للاخر، على بالي تنجحوا فيها، على بالي نتوما شاطرات وقافزات. نقول لكم ديروها يعني، ولا كنت في داركم ديروها لرجالكم، ديروها لعجوزتكم، ديروها ليماكم، ديروهم لوالديكم، على بالي يفرحوا بها خياتي. قلت لكم ونعاود لكم وصفه ناجحه 100%. هذه هي خياتي، لحقنا نهايه الفيديو. ان شاء الله ما يكونش ثقيل على قلبكم، وان شاء الله يعجبكم الروتين تاع نهار اليوم، الوصفه تاع نهار اليوم. ونقول لكم توحشكم بالبزاف ونحبكم بالبزاف. ما تنسونيش البنات بلايك واشتراك في القناه، اللي ما راهيش مشتركه باش تلحقكم كل حاجه نديرها في القناه تاعي، تلحقكم باذن الله ان شاء الله. وكومونتير محفز باش انا نزيد نحط اكثر واكثر. هذه هي. نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في وليداتكم، تهلاو في روحكم بزاف بزاف. ونقول لكم خليكم في رعايه الله وحفظه ان شاء الله. سلام.